عدني قبل كده انه هيتدخل لدى المسؤولين في نادي الزمالك، وفعلا كلمهم على اساس ان الولد دي حياه. ده بقى شغل حازم دلوقتي، واخد بال حضرتك. فللاسف احنا السنتين اللي فاتوا دولت ما فيش فلوس. الموسم بادئ داخل على رابع شهر، لغايه وقتنا هذا الولد ما خدش مستحقاته. فطبيعي في الاحتراف اللي احنا فيه في الوقت الحالي الولد يدور على مصلحته، زي ما نادي الزمالك بيدور على مصلحته، وزي ما اي مكان، زي ما اي نادي برضه بيدور على مصلحته. من حق الولد هو كمان يدور على مصلحته. يعني ده كان سبب في المشكله اللي عملها او اللي حصلت مع حازم النهارده، نزوله للتدريب ومشاده بينه وبين اللاعب احمد حسام ميدو. زي ما علمنا ان حازم ترك التدريب ورمى فانيله النادي على الارض وخرج غاضب، يعني وحتى وصل هنا اتحاد كره القدم المصري لتقديم الشكوى. عايزين نعرف هل هي رواسب وصلت لحازم ان هو يكون متنشن او يكون مشدود في التدريب ويتخانق مع لاعب يعني نقول اكبر منه سنا زي احمد حسام ميدو؟ لا، مبدئيا هو ممكن تقول يعني ايه العوامل السابقه ان الولد ما بياخدش فلوس، واخد بال حضرتك. فاكيد بتخلي اي واحد وهو رايح عامل عمره ما يبقى سعيد، عمره ما هيبقى مبسوط. فممكن فعلا الولد متنشن، بس هو ما حصلش مشكله. يعني هي الكابتن ميدو اتكلم مع حازم بشكل، طبعا ان هو طبعا الكابتن بتاعه. حازم تقدر تقول ان هو مش مبسوط، زعلان انه بيمر برضه بظروف صعبه جدا، واخد بال حضرتك. ممكن تقول هي اللي ادت للي حصل النهارده. يعني عايزين نعرف اسرار الجلسه. كان في جلسه مع الكابتن عزمي مجاهد، حاول يعني حل الامر وديا، وبالفعل اجرى اتصال بسياده المستشار جلال ابراهيم رئيس مجلس نادي الزمالك، واتفق ان هو هيدوا لحازم 30,000 جنيه. انت كولي امر اللاعب او والده قلت له لا، احنا مش هناخد المبلغ ده، واحنا مصرين ان احنا نقدم الشكوى اللي هيقدمها حازم لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك. مبدئيا انا بشكر طبعا كابتن عزمي مجاهد على استضافته لينا. ده رقم واحد. نمره اتنين، موضوع الشكوى، انا ما احبش ان انا اشتكي نادي الزمالك، بس نادي الزمالك هو اللي وصلني للمرحله ديت. انا كان عندي دوافع تخليني افسخ عقدي من الموسم اللي فات، ومصر كلها تعلمها، واخد بال حضرتك، وما تقدمتش بشكوى. السنه دي انا كنت رايح نادي الاتحاد ونادي الزمالك وافق لي، والدكتور عفت السادات الراجل المحترم متفق معاه بمليون جنيه. لما نادي الزمالك عمل لي بصباعه الصغير كده جيت جري، واخد بال حضرتك. والدكتور عاطف عفت السادات قال لي انا بحترم فيك، طالما انت عايز ترجع النادي بتاعك انا يا ابني ما عنديش مشكله، وقطع الورق اللي ما بيني وما بينه، ورجعت نادي الزمالك. طب انا مش طالب من نادي الزمالك غير حقي. لا، قلت يا نادي الزمالك انا عايزك تزود لي العقد بتاعي او ترفع لي انا ما طلبتش من نادي الزمالك اي حاجه خالص. انا مبسوط جدا وسعيد جوه في نادي الزمالك، بس انا بقول يا جماعه، انا بقول لجمهور نادي الزمالك ما تزعلش من حازم. حازم في نادي الزمالك ما بياخدش فلوس، ما بياخدش فلوس. حازم راجل متجوز وفاتح بيت، يعيش ازاي؟ يعني الازمه وصلت لطريق مسدود بين حازم ونادي الزمالك للاسف. يعني القرار النهائي ايه؟ ما خلاص احنا تقدمنا فعلا بشكوى. يعني احنا فعلا نقول ان مهمه حازم مع الزمالك اوشكت على الانتهاء. هي فعلا انتهت خلاص، انتهت رسميا النهارده. يعني انتم متمسكين بالراي وان حازم مش هيلعب نادي الزمالك ان شاء الله. حازم امام نجم نادي الزمالك. حازم في البدايه يعني تقدمت بشكوى ضد نادي الزمالك لفسخ التعاقد. احنا احترمنا رغبتك، انت مش عايز تتكلم في اي خصوصيات في الموضوع، لكن اكيد جمهور نادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك اللي انت اتكلمت عليهم يمكن بكل حب واحترام محتاجين يسمعوا منك كلمه. اكيد طبعا، يعني جهاز نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك طبعا على راسي من فوق، والجهاز الفني بالاخص، لان الجهاز الفني انا كنت ماشي من نادي الزمالك السنه دي، كنت رايح الاتحاد لما كابتن حسن شحاته قال لا يقعد. احترمته جدا هو والجهاز اللي معاه طبعا، وسمعت الكلام وقعدت. ما رضيتش اقول لهم انا هاخد فلوس زي الفلوس اللي انا هاخدها في نادي الاتحاد. طبعا لا، انا فضلت بعقدي زي ما هو. دي المشاكل دي بتحصل معايا بقى لها 3 سنين، حته الفلوس. فهم عارفين ان دي العائق، يعني الحاجه الوحيده اللي بتوقفني بتوقف مسيرتي معاهم، ان انا ما باخدش الفلوس في ميعادها، بيتخصم مني فلوس كتير.
خلتني اتعملت شكوى كذا مره ورجعت عشان جمهور نادي الزمالك، عشان خاطر نادي الزمالك بيكلموني كتير، فما بقدرش اكمل الشكوى. انما المره دي انا خدتها خلاص قرار نهائي ان انا جاي اقدم الشكوى ومفيش تراجع فيها، ومش شكوى ان انا اخد فلوسي، لا انا عايز شكوى بفسخ عقد، انا مش لكن ده هكمل. ما يمنعش انك حبك لجمهور نادي الزمالك والجهاز الفني لنادي لا الزمالك. دولت انا بقالي في نادي الزمالك اكتر من 17 سنه، يعني انا قعدت في نادي الزمالك اكتر ما قعدت في البيت. لا دولت اذا كان سواء جمهور نادي الزمالك او الجهاز الفني فانا بشكرهم جدا وبحترمهم جدا، فبقول لهم ما تزعلوش مني من الخطوه اللي انا خدتها ديت، لان انا مش معاكم انتوا الموضوع دوت، انا مع يعني زي ما بقول لك مع الاداره بتاعت نادي الزمالك. تعنتوا معايا كذا مره في اذا كانت في خصومات، اذا كانت في مبالغ ما اخدهاش في مواعيدها، فانا خلاص يعني انا مش معقول ان انا هقوم ساحب الشكوى دلوقتي وكمان شهر او كمان اقل من شهر ليا 25% تاني، او ما انا جاي مشتكي نادي الزمالك تاني، فمش هينفع يعني. وعشان برضو ما حدش يزايد على موضوع مشكلتك مع احمد حسام ميدو داخل الملعب، برضو عايزين نوضحها للجمهور عشان نوضح الحقائق. لا دي مشاده كلاميه وحصلت بيني وبينه في الملعب واعتذرت له ومفيش اي حاجه، واعتذرت للجهاز الفني ومفيش اي حاجه. حازم امام هيكون في مصر ولا خارج مصر؟ ربنا يسهل، هتبقى خارج مصر ان شاء الله باذن الله. بصراحه الاحتراف ما فيهوش عواطف، ووالدك قال ان انت مش هتلعب في اي نادي في مصر احتراما لمشاعر جماهير نادي الزمالك، لكن بصراحه حازم احنا في عصر احتراف. ماذا لو تقدم النادي الاهلي بطلب رسمي لضمك، او الاهلي يعني تقدم لك شخصيا بطلب رسمي انك تلعب ليه الموسم الجاي؟ هو نادي الاهلي نادي كبير وزيه زي نادي الزمالك، بس انا زي ما بقول لحضرتك انا بقالي اكتر من 17 سنه في نادي الزمالك، فمش معقوله هزعل مني يعني الناس دي كلها، او الناس اللي بتحبني سواء من جمهور الزمالك، مش عايز ازعلهم بحركه زي اللي انا ممكن يعني زي ما حضرتك بتقول لو دي حصلت يعني، فانا مش هيبقى جوايا ان انا عايز ازعلهم يعني. فزي ما بقول لحضرتك هيبقى الخيار الاول ان شاء الله باذن الله هتبقى بره ان شاء الله. يعني حازم مش هيروح الاهلي؟ ما دي بقول لحضرتك حبا وتقديرا بس في والله في جمهور نادي الزمالك. اخر كلام حضرتك والله. يعني مش هنشوف السنه الجايه حازم امام في الاهلي؟ هو النادي الاهلي نادي كبير زي ما بقول لحضرتك والله، بس زي ما بقول لك انا مش عايز ازعل حد مني، فان شاء الله باذن الله هتبقى الاولى بره ان شاء الله. واحنا بنتمنى لك يا حازم كل خير، وبرده في النهايه بنتمنى ان الموضوع تتوصلوا لحل ليه. نادي الزمالك بيتك، نادي الزمالك اللي صنع اسم حازم امام، وان شاء الله المشكله تصل لحل يرضي جميع الاطراف. يا رب ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربنا يخليك.